من شروط النصر: واحد، أن تيأس أن آل خليفة يمكن إصلاحه. إذا عندك أمل في أن خليفة يصطلحوا، النصر يتأخر عنه، هو قريب، هذا شرطه حتى يقترب الناصر. يقول آل خليفة يسقطوا، يصير عندك يأس، اشرب ماء بحر ولن يصلحوا آل خليفة، بلط البحر ولن يصلح آل خليفة. شرط آخر: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. إذن الشرط الثاني الصبر، صمود، تصبر مهما كانت الجراح، مهما كانت الآلام، مهما كانت القراح. اللي يمسك يمسهم أيضا، ترجو من الله ما لا يرجون، فاصبروا صمود، لا تتنازلوا عن إسقاط الخليفة. الشرط الثالث: انصروا القيم، يعني المحور القيم، مو الرموز، مو الأشخاص، مو الأحزاب، مو الذات. الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. انصروا الله تنتصروا، إن الله لقوي عزيز. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا تنصر القيم تبقى ثبات، إذا تنصر الزعامة على حساب القيم، تنصر الحزب، يصير ثبات، هنا يزعزع، يصير تردد. إذن إذا شفتوا فيه تردد وما يريد إسقاط النظام، يريد حزبه، فما عنده ثبات، فلن يثبت في الطريق، فلن يثبت نحو الأهداف. فما في أحلى من نصر الله. انصروا الله ينصركم الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإذا الله نصركم أي قوة، لا أمريكا ولا غير هذا الأسطول الخامس، يخرج يجر أذيال الهزيمة، ولا بد أن يرفع شعار لإخراج الأسطول الخامس. لا تقول تفكر رد أمريكا، نقول لهم لا ما نطرح الأسطول الخامس، ارفعوا شعارات، فليخرج الأسطول الخامس الذي يحمي آل خليفة ويحمي طغاة الخليج. ثق بالله، لا تقول لي والله هذه أمريكا وما أمريكا وما شابه. شعب بقلة عدده يمكن أن ينتصر على أعظم دولة بإرادته. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن في شروط، الله يذن لما توفق الشروط، تصبر، تيأس من إصلاح الآخر، تنصر القيم ومحورية القيم لا محورية الذات ولا الأحزاب ولا الأشخاص. إذا واحد عنده يأس فهذا هو من علامات بعد النصر. وروح دور، إذا ما تثق بالله تثق بأمريكا، تثق في هذا وروح علق فيهم، خلهم يلعبوا بيك على مصالحهم. أمريكا وأوروبا وروسيا كل هالدول تبحث عن مصالحها. لذلك الله سبحانه وتعالى يحذر: لا تثق إلا بالله. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا ينصرك الله، فليمدد بسبب إلى السماء، دور له قدرة، جيب النصر بنشوف، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. تعتمد على قوة غربية، يلعبوا بيه. لذلك شعب البحرين سينتصر بإذن الله حينما يحقق شروط النصر، ونحن معهم حتى إسقاط النظام. ومن مطالبنا خروج درع الجزيرة وإسقاط نظام الخليفة. سنبقى نطالب ونسعى ونعمل مع أهلنا في البحرين. البحرين أولا، سنبقى معهم.